امتى آخر مرة كنت واثق في إحساسك الحقيقي مش اللي قالوه عنك، مش السيناريو اللي أقنعوك إنه الواقع. لو خرجت من علاقة نرجسية أو لسه فيها، فالغالب إن آخر حقيقة صدقتها عن نفسك كانت قبل ما تدخل العلاقة دي، وده مش لأنك ضعيف، ده لأن عقلك اتدرب على إنه يشك في رؤيتك قبل ما يشك فيهم. عشان تخرج من الدايرة دي لازم تعرف إزاي النرجسي أقنعك إن المشكلة فيك أنت، إزاي اتبرمجت على إنك تلوم نفسك حتى لو كنت أنت الضحية، وليه دماغك لحد دلوقتي بيرجع يدافع عن اللي أذاك رغم إنك عارف إنه أذاك. خليني أقول لك حاجة مهمة قبل ما نبدأ. أول علامة: عقلك مش بيخونك، عقلك اتعلم ينجو، وده معناه إن كل رد فعل افتكرته إنه عيب فيك هو في الحقيقة استجابة عصبية اتكونت تحت ضغط مستمر من شخص نرجسي بيتلاعب بيك بإتقان. وعشان تفهم ده بعمق لازم تعرف ايه هي العلامات. العلامات دي مش مجرد تصرف، دي بوابة بتوضح لك ازاي النرجسي قدر يسيطر عليك ويخليك تشك في نفسك، وازاي تقدر تغير البرمجة دي خطوة بخطوة. اهلا بيكم. العلامة الأولى: كنت بتعتذر أكتر منه حتى وأنت اللي موجوع. لما حد يشككك في تصرفاتك أو نواياك طول الوقت وتبدأ تدافع عن نفسك وتبرر، هتحاول ما تغلطش خالص بطريقة مبالغ فيها. ده بالظبط الأسلوب اللي بيستخدمه النرجسي عشان يفضل عليك مسيطر. بس ساعات بتسأل نفسك: أنا ليه اعتذرت؟ هو أنا أصلا غلطت في إيه؟ اعتذارك هنا ما بيكونش ضعف ومش حساسية ومش انك عايز تمشي الدنيا وخلاص. ده غلط النرجسي مش غلطك. النرجسي ما بيحلش المشكلة، هو بيحولها، بياخد غلطة ويحملك مسؤوليته عشان تعتبره غلطك وبالتالي يلومك انت. وده مش صدفة. النرجسي بيفهم نقطة ضعفك، ان عندك استعداد تتنازل عشان العلاقة تكمل او حتى عشان تتفادى غضبه، فبيستخدم ده كسلاح. تبدأ تلاقي نفسك بتعتذر عن حاجات ملهاش اي معنى: نبرة صوتك، انك اتكلمت في توقيت مش عاجبه، رد فعلك الطبيعي، انك زعلت من كلمة قالها، انك طلبت تفسير بسيط، بس عمرك ما اعتذرت عن الحاجة اللي بدأت المشكلة اصلا، لان المشكلة دي مش بسببك اساسا. والاخطر، كل مرة بتعتذر فيها عقله بيسجل نقطة لصالحه، لانه شايف الاعتذار يساوي اعتراف ضمني انك المخطئ. والنرجسي محتاجك طول الوقت في خانة الغلط علشان يفضل هو الصح مهما قال او عمل. وتبدأ تلوم نفسك اكتر وتقول كلام زي: يمكن لو هديت كان هيهدى، لو شرحت اكتر كان هيفهم، لو اتجنبت الكلام خالص يمكن اليوم يعدي بسلام. لكن اللي محدش بيقوله لك، اليوم اللي هتنجح فيه انك ترضيه مش هيجي، لسبب بسيط جدا: النرجسي ما بيدورش عن حل، هو بيدور على سيطرة، وبيحتاج دايما انك تحس انك غلطان عشان سيطرته وتفضل شغالة. لو استمريت تصحح غلطه وتعتذر عن افعاله وتلوم نفسك على تصرفاته، مفيش حاجة هتتصلح زي ما انت متخيل، لان ببساطة المشكلة مش فيك، ده مجرد تكيف مع النرجسي، وده تأثير علاقة سامة مش طبيعتك ولا شخصيتك. والعلامة التانية: انك بدأت تغير نفسك مش عشان تتحسن، لكن عشان تتجنب الانفجار. في البداية كل حاجة بتحصل على مستوى التفاصيل الصغيرة: جملة بتتردد فيها قبل ما تقولها، كل رأي بتدفنه بداخلك، تعليق بسيط تعمل حسابه، ابتسامة تتحكم فيها عشان ما تتفهمش غلط. ومع الوقت التفاصيل دي ما بتفضلش تفاصيل، بتتحول لمعادلة قاسية وعميقة داخل دماغك: كلام يساوي مشكلة، السكوت يساوي ان اليوم يعدي. انت ساعتها ما كنتش بتتصرف بنضج ولا كنت بتفكر بعقلانية زي ما اقنعت نفسك، انت كنت في الحقيقة بتسمع انذار طوارئ من جهازك العصبي كل دقيقة. خلي بالك، اي كلمة غلط هتفجر غضب النرجسي، وتبدأ التغييرات تحصل بصمت بس مؤثرة أكتر من أي حاجة واضحة. تختار كلماتك، تتحرك بحذر، تكتم غضبك، تهدي نفسك بنفسك، تتنازل عن حدودك. كل ده مش عشان ترتاح، لكن عشان تتجنب المشاكل. وهنا يحصل أخطر خداع نفسي في العلاقات النرجسية: تفتكر إنك بتحافظ على السلام، لكن الحقيقة إنك بتنهي شخصيتك الحقيقية جزء ورا جزء لحد ما الشخصية اللي كانت ظاهرة في أول العلاقة تتلاشى. ليه ده بيحصل؟ لأن عقلك اتعلم حاجة خطيرة جدا: التعبير يساوي تهديد، إظهار مشاعرك يساوي خطر، الكلام يساوي كارثة ممكن تبدأ من ولا حاجة. وده مش تفكير عاقل، ده استجابة عصبية اسمها حالة يقظة مفرطة بتحصل في العلاقات اللي فيها ترهيب نفسي. انت ما بتكونش واعي انك في وضع طوارئ، لان الشكل الخارجي للعلاقة باين عادي، لكن جهازك العصبي شغال 24 ساعة كأنه مستني انفجار. النرجسي مش لازم يزعق علشان يأذي، مجرد توقعك لغضبه مجهود كبير على جهازك العصبي. لما الإنسان يوصل لمرحلة انه يعدل شخصيته بالكامل، يغير طريقته، يضحي بجوهره، مش عشان يتطور لكن عشان يعدي اليوم، ساعتها هو مش عايش علاقة، هو عايش نظام طوارئ، نظام بيستهلكه لدرجة انه يعدي فترة
ينسى أصلا أنا كنت مين، وكنت بفكر إزاي، وكنت بحس بإيه قبل العلاقة ما تبدأ. العلامة الثالثة، بدأت تشك في الواقع الخاص بيك. في أي علاقة صحية الواقع ثابت، لو حصل شيء بيتقال زي ما حصل، لو حد اتضايق بيشرح ليه، الصورة واضحة والمشاعر مفهومة. لكن في العلاقة السامة الواقع عمره ما يكون ثابت، الواقع مرن، بس المرونة دي مش لخدمتك، لخدمته هو في لحظة معينة، واللحظة دي عمرها ما بتتنسي. تكون متأكد من حدث بكل تفاصيله، عارف انت قلت ايه، عارف هو قال ايه، فاكر رد فعله، فاكر احساسك لحظتها، وفجأة تلاقي نفسك بتقول يمكن انا فهمت غلط. ده مش مبالغة ولا حساسية زايدة، النرجسي بيلعب اللعبة دي باكتر من اداة. يجي لك بنص حقيقة، او يروح للانكار الكامل ويقول لك ده ما حصلش اصلا، او يرفع صوته بس علشان يحسسك انك انت اللي غلطان، او يقلب الحدث بالكامل بدل ما يكون هو اللي اذاك تبقى انت اللي بدأ، او يفتح غلطة قديمة ملهاش علاقة بالموقف بس عشان يشغلك، او يلعب على اللوم ويقول لك لو كنت ما قلتش كده ما كانش ده حصل. وفجأة تطلع من الحوار مش بس مش فاكر الحقيقة صح، ده انت بقيت شاكك في نفسك. وده الهدف الحقيقي للنرجسي، لأن اللحظة اللي هتشك فيها في ذاكرتك هتبدأ تعتمد على ذاكرته هو، ولو شكيت في إحساسك هتسمح له يحدد لك أنت المفروض تحس بإيه. وده السبب الحقيقي اللي بيعلق الناس في العلاقات النرجسية لسنين، مش الحب، مش العشرة، مش الذكريات، ولكن الارتباط. الإنسان يقدر يتحمل القسوة لكن ما يقدرش يعيش وهو مش واثق في عقله، وده أكتر شيء النرجسيين بيلعبوا عليه، مش تدميرك بس لكن تدمير أول حاجة إحساسك بنفسك، لأنك لو فقدت يقينك تلقائيا هتفقد الثقة في نفسك وتثق فيه. العلامة الرابعة إن جسمك بدأ يخاف قبل عقلك. من أهم الإشارات اللي بتحذرك من النرجسي هي الإشارات الجسدية، لأن الجسم عادة بيفهم المشهد أسرع من العقل، وبيترجم الخطر في شكل تفاعلات واضحة حتى لو العقل لسه بيبرر. أكيد بتحس بالحاجات دي، الضيق المفاجئ أول ما تشوف اسمه على الموبايل حتى لو مفيش مشاكل حاليا، التوتر اللي بيسبق دخوله البيت، رعشة خفيفة في ايدك او احساس بفقدان التوازن من غير اي سبب منطقي، او العكس هدوء زائد عن اللزوم كأن جسمك بيقلل ظهوره، بيصغر نفسه، بيحاول يختفي. كل دي مشاعر عمرها ما تكون صدفة ومش حساسية زايدة زي ما كنت بتقول لنفسك، دي آليات دفاع عصبية واضحة. الجسم بيحاول يحميك حتى لو العقل لسه بيحاول يلاقي مبررات لسلوك الشخص اللي قدامك. الرسالة اللي جسمك بيبعتها كانت واحدة وواضحة، الشخص ده غير آمن، بدون ما يكون في ضرب أو شتيمة. الخطر النفسي مش لازم يكون صاخب علشان يتسجل، وقتها جسمك بيقولك الحقيقة اللي عقلك مش قادر يعترف بيها، إن العلاقة دي مش مستقرة، وإن وجود الشخص ده حواليك بيحفز وضع طوارئ مستمر ويفكرك إن المشكلة دي مش فيك أنت. والعلامة الخامسة، كل خلاف بيتحول هجوم على شخصيتك. العلامة دي بتظهر بوضوح لما الخلاف بينكم ما بيبقاش عن اللي حصل وبيبقى عنك انت، وده عمره ما يكون سلوك طبيعي في علاقة صحية. الطبيعي ان الخلاف يكون حوالين موقف معين، ايه اللي حصل، ليه حصل، وازاي نقدر نصلحه. لكن مع الشخص النرجسي الاتجاه بيتحول تلقائيا لتقييم شخصيتك مش مناقشة الموقف نفسه. مثلا لما تقول له اللي حصل ضايقني تلاقي ردوده واخدة الاتجاه ده، ويقول لك انت حساس، انت دايما بتعمل مشكلة من ولا حاجة، انت اللي مش فاهم، انت محتاج علاج، انت فعلا مش طبيعي. الجمل دي مش ردود لانفعال لحظي، ده نمط هو بيستخدمه علشان يحقق أهداف واضحة. أول هدف يلغي إحساس، لما يقنعك إن المشكلة في طريقة إحساسك مش في اللي حصل يبقى خلاص قفل باب النقاش، كأنه بيقول لك مشاعرك مش مهمة أو مش حقيقية، وده يخليه في وضع مريح لأنه مش محتاج يراجع نفسه أو يعترف بخطأ. تاني هدف يغير أرضية النقاش. النقاش عن الفعل سهل يتفهم ويتراجع ويتصلح وممكن يثبت ان هو اللي غلطان، لكن لما النقاش يبقى عن شخصيتك الموضوع ملوش معيار ولا نهاية. هو عارف ان ده مكان يقدر يسيطر فيه، لانك هتلاقي نفسك بتدافع عن قيمتك بدل ما تناقش الموقف، والنتيجة بدل ما تقول له انت غلطت في كذا تلاقي نفسك بتبرر وتقول لا انا مش حساس، انا فاهم، انا ما عملتش مشاكل. وهنا يبقى نقلك من موقع تسأل فيه لموقع تدافع فيه عن نفسك، ومجرد ما تدخل في الدفاع عن شخصيتك الخلاف الأصلي يختفي تماما وهو يطلع بره المساءلة. كمان مع الوقت هتلاقي ان التعبير عن اي انزعاج بقى مرهق، مش لانك ما بقتش تتضايق لكن لانك عارف انك اول ما تفتح الكلام هيتقلب هجوم شخصي، وساعتها السكوت يبقى اسهل بكتير من الدخول في دايرة الاتهامات المعتادة. والعلامة السادسة انك بقيت تتحمل حاجات ملهاش علاقة بيه. لما يكون مزاجه وحش
انت بتتوتر، مش لانك حساس زياده، لكن لان جسمك اتعلم يقرا اشارات قبل ما يحصل اي حاجه، صوت، حركه ايد، صمت مفاجئ. الجهاز العصبي بيشتغل على مبدأ التوقع علشان يقلل الضرر. النتيجة بتبقى في حالة استعداد دايما، وبتبدأ تاخد مسؤولية إدارة الحالة عشان تهدي الموقف. والنرجسي بيستغل النقطة دي إنك هتشيل مسؤولية مكانه، وكمان إنك بدأت تصدق الصورة اللي هو رسمها عنك. في الأول تقاوم، تجادل، تدافع عن نفسك، لكن مع الوقت النقد المستمر يدمرك ويحسسك إن المشكلة فيك أنت. تبدأ تسمع صوته جواك إنك تفقد صورتك عن نفسك. ده معناه إنك هتعيش في إطار معين حدده لك النرجسي. لو وصلت لحد هنا فده معناه إنك شفت جزء من نفسك في العلامات دي، وده مش ضعف ولا مبالغة، ده بداية وعي. اللي مريت بيه كان ضغط مستمر شكل استجابات، لكن ما لغاش قيمتك ولا قدرتك على التغيير. المشكلة ما كانتش فيك ولا في طريقة تفكيرك، المشكلة إنك حاولت تصلح علاقة مبنية على إنكار وتحويل مسؤولية، مش مشاكرة واحترام. الوعي دايما أول طريق التشافي. شاركونا التعليقات.